السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي نهاد. عاملين ايه النهاردة؟ بإذن الله جايبه لكم روتين لكل اللي بتربي طيور وعندها أزمة في موال الأكل. زي ما انتوا شايفين بقى كده العلف، انتوا عارفين بقى طبعا العلف والغلو بتاع العلف. كيلو العلف رسميا دلوقتي في شبرا الخيمة هنا ب30 جنيه الكيلو. طيب انت اللي عندها طيور بقى تلحق عليهم منين؟ تمام كده. فانا بجيب بقى كيس الدشيشة دهوت ب20 جنيه، وبجيب برضو ب20 جنيه علف على حبة عيش بقى كده. عملت سطو مسلح على العيش، على الافران بتاعة العيش كلها. فبجيب بقى شوية عيش كده اهوت، او مقطعاهم حتت صغيرة، وبعد كده اسقساهم بشوية مية واحط عليهم شوية دشيشة شوية علف. بعدين بقى لو عندك اي بواقي من البيت بقى، رز، مكرونة، طعمية، فول، قشر بطاطس، الحاجات ديت، قشر بصل، كل الحاجات ديت الاكل والطيور بتحبها. الارانب طبعا شايفين عندي خاسه خالص، طبعا علشان العلف بتاعها انا مش لاقياه. في نوع علف معين كده انا باكله، بس بضطر اجيب اي علف دلوقتي مع العيش المكسر الناشف ده كده، والبرسيم ده ايه اساسي. تمام كده. طبعا انا عايزه انضف لهم ان شاء الله انضف لهم بكره باذن الله. فحطيت لهم الميه بقى كده والايه، وسبتهم كده في رعايه الله. زي ما انتوا شايفين بقى كده، زي ما قلت لكم بواقي الاكل للي عايزه تربي وغاويه قوي قوي، ومش قادره ان هي ايه تبطل تربيه يعني. طبعا الخير ده طبعا موجود في البيت، وحاجه كده كويسه والله. ريحه الحاجات دي في البيت ووجودها في البيت جميل جدا جدا. بتغني عنك طبعا لما بتكوني عندك ضيوف وظروفك مش قد كده، مش سامحه. فبتطلعي على السطح بقى زي زمان كده والله. يعني الغاوي واللي بيربي طبعا هيفهمني انا بقول ايه. تمام كده. اي بواقي اكل بقى، بطاطس مهروسه بايظه عندك، فول مهروس بايظ عندك، شويه طعميه، قشر البصل، قشر الثوم، قشر البطاطس والبتنجان والحاجات دي كلها طبعا آه، حلوه قوي قوي، وبتتاكل يعني مع الاكل بتاكل. انا بقى هنا في الميه بقى في السقايات، طبعا مش لكل الطيور بحط الخميره ديت. انا عندي فراخ بيضه، وطبعا ماليش حظ في الفراخ البيضه، فبقوم حاطه ايه قيمه معلقه كده في السقايه بتاعتهم. وزي ما انتوا شايفين بقى ابني بقى هو عشان بيخش الخزانه عندهم، هو اللي ايه، هو اللي مراعيهم يعني. دي الفراخ البيضه ديت، اللهم صل على النبي، يا رب كل خير فيهم ونصيب فيهم باذن الله المره دي. عشان كل مره بصراحه ما بيعملوش عندي. جبتهم مره الاول كده خالص وايه، وكانوا حلوين، ومن ساعتها يعني. ده بقى رومي جديد طالع لي بقى كده، انا كنت مودياه للفقاسه بره عند الراجل يعني في معمل، هو اللي طلعهولي. كنت موديه 15، طلع لي منهم 9 بس، والباقي طلع بايظ. المهم جايبه لهم علف بقى ايه، لازم طبعا اسسهم على علف. والاسمر اللي انتوا شفتوه في العلف ده كده، ده صدف. ده صدف كالسيوم كده، يديهم كالسيوم، وده العلاج بتاعهم علشان اللي هو التحصين ساعة ما بتطلع الحاجة من بتطلع الحاجة كده من البطن او من تحت الحاجة من البيضة، بتبقى محتاجة ايه تحصين وتقوية وكده. اللهم صل على النبي. زي ما انتوا شايفينهم كده، انا بقى فرشت لهم حتة كرتونة تاني في الارضية كده، وحطيت لهم العلف، قلبته لهم وحطيته لهم كده، وحطيت لهم الدواء بتاعهم، وحطهم طبعا في الايه تحت لمبة او تحت حاجة، علشان الروم الصغير ده انف شوية. شايفين سبحان الله عاملة زي الطفل ديت، زي ما كان كده السرة عند الطفل لما بيبقى لسه مولود، عارفين انتوا الكلام ده طبعا. فعامله زي السره كده سبحان الله، حبيت اوريها لكم بس. هنا بقى داخله انا بشوف بقى اللي عندي الرومي بيبيض، قلت اشوفوا بقى المنظر ده كده زي ما انتوا شايفين. وده كان روتيننا النهارده.